حصريا والأول مرة هنعمل مش مع بعض محدش عمله قبل كده بطريقة هايلة جدا. هنعمل المش المصري بطعم التركي. أحلى وأطعم وأجمل جبنة وأجمل مش ممكن تتخيليهم في حياتك. وكمان هنخزن منهم لرمضان، تقدري تاكلي منه بعد شهر واحد. يعني مش كده. أقولك على حاجة، أنا أكلت منه من تاني يوم والله طعمه خرافة، وانت بتعمليه أصلا ريحته تجنن. احلى مش ممكن تتخيليه. انسي كل طرق المش اللي شفتيها وتعلمتيها قبل كده، وتعالي نعمل مع بعض المش الجميل اللذيذ ده، اللي هيخليكي تستغنى عن الجبنة الاسطنبولي والجبنة القديمة وكل انواع الجبن. مش المصري الاصلي الفلاحي، بس بطعم وريحة المش التركي وبمذاق تركي. بجد الاتنين مع بعض كده هيدوكي مش تاني خالص خالص، في حتة تانية خالص خالص. بما اننا عملنا الجبنة مع بعض قبل كده في الفيديو اللي فات، من غير منفعة، من غير خل، من غير اي حاجة، يعني عملناها بحاجات من البيت، حاجات بمكون بسيط جدا، وطلعت معانا خطيرة جدا وهايلة. فاحنا كملنا الفيديو بقى مع بعض وقلنا نعمل المش. دي الجبنة اللي عملناها زي ما انت شايفة كده، خطيرة، روعة. جبنة ناشفة حلوة متماسكة، مش ناشفة يعني من جواها ناشفة، لا بالعكس، ده هي كأنها زبدة. اما تاكليها كأنها زبدة، بس متماسكة، مش مبهدلة ولا طرية ولا الكلام ده. الجبنة دي انا رشيت تحتيها ملح وفوقيها ملح، وسبتها لمدة يوم كامل. وبعد كده تاني يوم بقى هنبدأ نشتغل فيها وهنعمل المش المصري بس بالطريقة التركي. اول حاجة معانا محتاجين 3 كوبايات من الزبادي، دي عشان نعمل الخميرة بتاعة المش. الزبادي طبعا عاملينه في البيت، وطريقته سهلة جدا وبسيطة ومن غير اي اختراعات يعني، من غير ولا تحطيه في الفرن، ولا من غير ما تجيبي مكنة الزبادي ولا اي حاجة. لو عايزة الطريقة اكتبي لي في التعليقات وانا هحط لك طريقته. نضربه كده وننعمه، وهنضيف عليه الطحينة. قلت تقريبا 3 معالق كبار من الطحينة. بقى 3 كوبايات زبادي عليهم 3 معالق كبار من الطحينة. والجبنة دي تقريبا 2 كيلو او 2 كيلو ونص. هضيف معاها بقى الجبنة الاسطنبولي. عارفين انتوا الجبنة الاسطنبولي اللي بنشتريها جاهزة دي، اللي احنا كلنا بنحبها قوي دي. الجبنة اللي احنا هنعملها ان شاء الله تبقى زيها واحسن. حوالي 100 جرام من الجبنة الاسطنبولي، وحوالي 100 جرام من الجبنة الرومي. ولو عندك اي نوع جبن بتحبيه حابة تضيفيه برضو تضيفيه، مش هيحصل اي حاجة. يفضل ان كل الجبن اللي هنضيفها تتكسر رفيع قوي او نبشرها تكون مبشورة. برضو حوالي 100 جرام من الجبنة الرومي المبشورة. لو عندك شيدر ماشي، لو عندك برميزان، اي نوع جبنة جميل انت بتحبيه وبتحبي طعمه. بس الجبنة الاسطنبولي والجبنة الرومي الاتنين دول اساسي، يعني عايزة تزودي عليهم انواع جبنة كمان مفيش مشكلة. نقلب الخليط كده كويس. بصي بقى الحتة دي، لو انتي عندك مرتة اللي هي بتبقى مكان ما بنسيح السمنة كده، اللي الزبدة بعد ما بنسيح الزبدة بتفضل في الحلة المرتة. هنضيف حوالي كوبايتين من المرتة. لو مفيش هنضيف مش. انا عندي مش قديم، فضفت حوالي كوباية من المش. ونجيب بطرمان ناشف، يكون ناشف جدا، يعني متأكدين ان هو نضيف وناشف ومعقم مفيهوش ريحة المية. حط فيه شوية ملح كده صغيرين، ملح البحري، وشوية من الخميرة بتاعت المش اللي احنا عملناها دي. وهبدأ انزل الجبنة. الجبنة ناعمة وجميلة جدا، مش عايزة اقولك قد ايه جميلة. عايزة طريقة عمل الجبنة دي اكتبي لي في التعليقات، تحط لك الرابط بتاعها. انا نزلتها امبارح والنهارده المش.
اهم حاجه بقى في الجبنه واحنا بنحطها لازم تكون، احنا قلنا ان احنا حطيناها في المصفى من امبارح، تحتيها ملح ورشين على كل طبقه ملح لحد ما نزلت ميتها ولحد ما تماسكت اكتر ونشفت اكتر. برضو وانا بحطها في البطرمان، كل ما احس ان هي اي فيها جزء اي بلل لازم انشفها من الميه تماما. وكل طبقه هنزل بشويه من الخميره اللي معايا، يعني كل طبقه من الجبنه هنزل بشويه من الخميره الخطيره دي. ريحه الخميره دي مش عايزه اقول لكم قد ايه تجنن. هنرص بقى الجبنه كده مع بعض. خطوه هي تنشيف الجبنه والبطرمان يكون ناشف. عملنا اسرع واسهل وابسط، مش واحلى في الطعم مليون مره. ميكس جبنه او مش المصري القديم مع طعم تاني كده خطير. نمسح الطبق بقى ونظبط امورنا، ومش فاضل غير اضافة بسيطة. الجبنة دي بالطريقة دي هتحطها بره التلاجة 3 ايام، بعد كده هندخلها التلاجة. بس لما نضيف مكون واحد هو اللي فاضل، هندخلها التلاجة تقعد سنة مفيش منها اي مشكلة. تقدري تاكلي منها من بعد شهر. طبعا الجبنة دي هنعملها رمضان ان شاء الله، يعني بعد 3 شهور هتبقى جميلة جدا. عايزه اقولك ان انا اكلت منها تاني يوم خطيره، لان ريحتها تجنن وطعمها هايل. طبعا احنا بنحاول ندق البطرمان كده عشان ياخد اكتر كميه معانا. شايفه مش بس ايه، مش عايزه اقولك يعني مش راكي كده. الملح انا ما استخدمتش ملح تاني غير الملح اللي كنت حاطاه على الجبنه، غير الملح اللي حطيته تحت البطرمان، لان الجبنه الاسطنبولي اللي انا حطاها حادقه والجبنه الرومي اللي انا حطاها حادقه. فما حبيتش ان انا اكتر ملح قوي عشان تبقى حلوة وهادية، خصوصا لو هتتاكل بقى في رمضان او كده تبقى مظبوطة. ننضف حوالينا بقى. فاض منها شوية حطيتهم في برطمان ازاز. هو لو هتعينيها في برطمان ازاز يكون صحي وافضل بكتير، بس انا مع الاسف ما عنديش برطمان ازاز فاضي بالحجم ده. المش اللي عندي حطيت منه كان فيه قرن فلفل احمر كده، كان يعني مستوي جاهز في المش، فحطيته عليه عشان يديله شكل حلو. وشوية زيت بقى. المش تقدري لو ما عندكيش مش تقدري تشتريه من اي سوبر ماركت، تقول له عايزة مش عادي، او من اي ست من اللي بيبيعوا جبنة قديمة. او زي ما قلتلك كده لو عندك مرتة قدامك اي اختيار من الاختيارات دي. شوية زيت زيتون كده على الوش، وهنغطيه كويس قوي وهنقفله وهنحطه بره التلاجة 3 ايام. بعد كده هدخله التلاجة على طول. عايزة تسيبيه سنة ماشي، عايزة تسيبيه يعني اي سنتين 3 كمان مفيش مشكلة. كل ما هيقعد اكتر كل ما هيبقى طعمه خطير اجمل واحسن. تقدري تفتحي البطرمان الكبير ده بعد شهر وتاكلي منه. وكل ما هتسيبيه زي ما بقولك هيبقى احلى. انما البطرمان اللي التاني الصغير ده انا اكلت منه تاني يوم خطير ومنتهى الجمال. اتمنى تجربوه وتدعوا لي وتعملوا لايك للفيديو. وشكرا، وكمان تعملوا اشتراك في القناة. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.